السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض البسكوت الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل بسكوت النشادر بتاع امهاتنا بتاع زمان. هنعمله بمقادير كيلو واحد، وهنعمله كمان بالكيس زي ما طلبته وبمقادير مظبوطة ودايب ذوبان وطعمه حلو جدا. يلا كده ندخل على الوصفة بتاعتنا. وزي ما تعودنا قبل ما ندخل نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي ما اشتركش في القناة يشترك. ولو عجبكم البسكوت حطي لايك للفيديو وشير الفيديو علشان غيرك يستفيد. شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفينه دايب ازاي؟ النهاردة اللي هنعمله بمقدار الكيلو زي ما قلتلك، وهنعمله بالكيس، واللي هيجيب معايا كمية كبيرة وهيديكي شكل حلو جدا. واللي هقولك على المكون اللي هيخلي كمان اللون البسكوت طالع بالشكل دياتي. معلقة واحدة اللي هنحطها اللي هتخلي معاك البسكوت شكله حلو خالص ولونه احمر كده. يلا كده زي ما قلتلك هندخل كده على وصفتنا ونشوف المكونات ونشوف الطريقة ايه. اول حاجه هنا اللي هجيب شفشق الخلاط ومعايا 5 بيضات. ما انا قلت لك هنعمل بقى ايه مقدار كيلو واحد. 5 بيضات. هعمل بيضه بيضه كده علشان اشوف البيض كويس ولا لا. ولا هنزل بالخمس بيضات في شفشق الخلاط. وهنا عندي كوبايه ونص من السكر الحبيبات. ومعايا كمان الخمس باكت فانيليا. لكل بيضه كيس فانيليا. 5 بيضات، 5 بواكي من الفانيليا. عندك فانيليا سايلة حطي. هنا نزلنا بالخمس باكيتات. بعد كده رح انزل بكوباية ونص من السمنة بدرجة حرارة المطبخ طبعا. طبعا انا ما مستخدمة الكوب المعياري، والكوب المعياري دياتي مقابله المج بتاع الشاي الموجود في كل بيت. بعد كده نزلت بكوباية من المية. عندك حليب انزلي بحليب. هنا رح اجيب عندي الدقيق. حطيت عليه رشة من الملح. كيلو دقيق حطيت عليه رشة من الملح. رح انزل عليه بمعلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. وهنا نزلت بمعلقة ونص حليب بودر. علشان انا حطيت مية فلازم احط حليب بودر. هنا بقى المكون اللي انا قلت لك اللي هيخلي معاك البسكوت شكله حلو. معلقة كستر اللي هيديه لون احمر وحلو زي ما انت شايفاه. واحنا صراحة بنحب البسكوت الاحمر، يعني كمان في التسوية لازم بنخليه احمر. هنا بعد ما ضربت طبعا السوائل بتاعتي رح انزل عليها بالدقيق. ولحلم البسكوت بالسباتيولا. طبعا انا ما حطيتش النشادر. انت لو كنت حابة تحطي النشادر مع شفشق الخلاط حطيه. بس انا جل من لا يسهو نسيت اني انا احطه في الخلاط. انا مش عارفة ايه، يعني انا بعمل بسكوت نشادر، ايه اللي بيخليني انسى النشادر مش عارفة. معلش. هنا بقى جبت معلقتين من المية وحطيت عليهم معلقة كبيرة من النشادر. وبعد ما لميت البسكوت رح انزل عليها. يا حبايبي عايزه اقول لكم ان انت لو استخدمتي الدقيق الفاخر هتستخدمي كيلو واحد بس من الدقيق للمكونات اللي قلت لك عليها. هنا انا هستخدم عندي التيب بتاعي. عندي واحد كبير وواحد صغير اللي هو بتاع البسكوت اللي انتوا هتشوفوه. انا حبيت استخدم الكبير. حبيت اعمل البسكوتة كبيرة فاستخدمت التيب الكبير. وهستخدم التيب بتاع بلح الشام. وهستخدم التيب بتاع الكريمة اللي هتشوفوهم معاي. طيب هنيجي بقى للدقيق. الدقيق بقى زي ما قلت لك لو استخدمتي دقيق فاخر هتستخدمي كيلو واحد للمكونات اللي انا مديها لك دي. اما انا بقى الدقيق اللي انا مستخدماه حاليا ده دقيق تومين ودقيق غلة قمح. يعني حطيت نص كيلو من كده ونص كيلو من كده. بعد كده لقيت نفسي محتاجة دقيق فحطيت ربع كيلو. يعني الكمية اللي انت شايفاها دياتي كمية كيلو وربع من الدقيق. علشان الدقيق اللي انا مستخدمه زي ما قلت لك دقيق تومين ودقيق غلة قمح. فانت لو استخدمتي دقيق فاخر مش هتستخدمي غير كيلو واحد بس. انا حبيت بس اوضح لكم يعني عشان الدقيق زي ما عارفين بيختلف من نوع للتاني. هنا حبايبي ده بقى التيب بتاع الكريمة. عملت بيه الشكل اللي انتوا شفتوه. هنا بقى اللي هعمل بتاع بلح الشام. تيب بلح الشام
هعمل برضه الشكل دياتي اهو. شايفين العجينة ناعمة معايا وحلوة وسلسة وماشية معايا زي الحلاوة في الكيس. طبعا انت لو حابة تعملي بقى في المكنة اللي هتزودي كمية الدقيق. لو استخدمتي دقيق فاخر هتحطي حوالي 3-4 معالق دقيق، عشان يعني ايه البسكوت بتاع الكيس غير بتاع المكنة. بتاع المكنة بيكون فانت لو استخدمتي دقيق فاخر فهتستخدميه بقى هتزودي 3-4 معالق. تمام. هنا هنيجي بقى سويناها اهو. الفرن لازم يكون سخن والنار تكون وسط، هيطلع معانا بالجمال والحلاوه اللي انت شايفاها بالشكل ده. شايفين الكميه ما شاء الله، الشكل حلو، اظن انه بيتكلم عن نفسه، يعني ما فيش داعي اني انا امدح فيه. ما شاء الله شايفين الحلاوه والجمال والله. وده بين انتوا اللي هتشوفوه كده معانا. وانتوا بقى اللي هتقرروا وهتشوفوا بقى ان كان البسكوت ده حلو ولا يستاهل التجربه، ولا ان كان جميل بقى ولا لا. وعكم لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسيش بقى تحطي لايك وكمان تشتركي في القناه، طبعا ده فضلا وليس امرا. شايفين ما شاء الله والله بيتكلم عن نفسه اهو. شكله جميل جدا وشكل زي ما انت عايزه. حتى في قطعة اللي هي قعدت في التيب، زي ما متعارفين ان التيب بتفضل فيه جزئية، فعملتها زي حبة البيتي فور. شايفين نازل ازاي؟ شايفينه ما استحملش خالص خالص. شايفين دايب دوبان اهو اهو. والله والكيلو وربع ده طبعا زي ما قلت لك كيلو وربع، عشان الدقيقة اللي انا مستخدماه دقيق غير دقيق الفاخر. ده كيلو وربع دقيق ما شاء الله، جاب كمية حلوة جدا. شايفينه بينزل ازاي ما شاء الله. وطبعا انت لو عايزه حجم البسكوت اقل من كده هتستخدمي التيب الصغير. انا زي ما قلت لك استخدمت التيب الكبير. شايفين حبه عامله زي حبه البيتي فور. عايزه اقول لكم بقى الفيديو كده انتهى، ولو عجبكم بقى حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه. السلام عليكم.